السلام عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ بتمنى تكونوا بألف خير وانتوا بتتفرجوا على فيديو النهاردة. فيديو النهاردة بقى بصراحة بقالي كتير جدا، يعني انا شايف ان انا بقالي فترة كبيرة ما عملتش خلطات بقى تجميل بقى وبشرة بقى والحاجات ديت. فانا بصراحة قررت ان انا اعمل معاكم الوصفة ديت عشان هي مناسبة جدا للوقت اللي احنا فيه، وهو الشتاء والجفاف، وبجد البشرة بتبقى بايظة، بتبقى فيها مقشفة معنى الكلمة، وفيها جفاف، مشكلة كلنا بنعاني منها. فانا جايبه لكم خلطة سهلة جدا بمكونين اتنين بس، علشان المشكلة بتاعت الجفاف البشرة ديت، وعشان كمان هترطب البشرة، وغير ان هي هترطبها فهي هتفتحها. يعني هي وصفة رهيبة بجد. الوصفة دي بتتكون من معلقة زبادي. الزبادي مش عارفة بقى بتقول عليها الزبادي او بيقولوا عليها لبن او روب، يعني بيقولوا عليها يعني على حسب الدولة العربية، بس هي بتبقى الماسكة دي اللي هي جامدة كده زي ما انتوا شايفينها، بتبقى عاملة كده بالظبط. عشان في دول كتير قوي ما تعرفش، احنا في مصر بنقول عليها زبادي، ففي دول تانية ما بتبقاش عارفة دي اسمها ايه. فانا قلتها لكم اهو بقى، يعني يوجرت يا جماعة، يوجرت. تمام. وزيت اللوز الحلو اللي انا قلت لكم على طول، بقول لكم ان انا مش بقدر ان انا استغنى عنه، زيت اللوز الحلو. ماشي، دلوقتي انا هبدأ ان انا اعمل معاكم الخلطة. دول كده يعتبروا معلقة كبيرة من الزبادي. تمام، فانا هنزلهم كده، هنزل معلقة الزبادي. الزبادي جميلة جدا، معروف اصلا الزبادي لو اتحطت لوحدها كده على البشرة بجد مفعولها روعة. تمام، وهاخد الزيت اللوز الحلو دوت، هحط منه معلقة، برضو معلقة كبيرة. الوصفة ديت انا عرفتها اصلا وقت، يعني انا ايه، وقت ما عرفتها عرفت ان هي بيتحط عليها لوز، وطبعا معنى ان احنا نجيب لوز كده مبشور لا حرام يعني، فاحنا نستعملها من غير لوز. هي دي معلقة. ايه رأيكم في الادوات بتاعتي بتاعت الماسك بتاعت النهاردة؟ طنط عليا ربنا يخليها يا رب يا رب، يعني عارفة ان انا بحب بقى جو الماسكات بقى والحاجات دي والتجميل وكده، فهي عارفة الهدية اللي تيجي، فجابت لي ادوات ماسك اهي. هخلطهم كده ببعض. دي في ناس بتحط لها، ممكن تحط لها لوز مبشور، لوز مفروم يعني، بس يعني مش لازم، ما دام مش موجود عندك مش لازم، كفايه زيت اللوز الحلو والزبادي ديت. تمام. دي هتتحط على البشرة، تتفرد كده كلها على البشرة، وهتتساب لمدة ربع ساعة. وبعدين هتشيليها عادي خالص بقى، تتمسح تتغسل. يعني هي اصلا مجرد اصلا ما تشيلها تحسي بترطيب فظيع في البشرة، البشرة تبقى فعلا روعة، وعن تجربة جميلة جدا. وغير كده بقى عايزين نستعملها مرتين في الاسبوع عشان بجد نحصل على النتائج الحلوة قوي اللي احنا فعلا محتاجينها. وبس كده، وصفة سهلة خالص بسيطة. بتمنى يا رب تعجبكم وتكون سهلة وكلكم تجربوها، وعايزة اعرف رأيكم في التعليقات. زبادي وزيت لوز حلو بس. بحبكم كتير جدا، وعايزة برضو اي وصفات تانية او اي حاجات خلطات تانية عايزيني اعملها اطلبوها مني تحت في الكومنتس. ما تنسوش تعملوا لايك بقى للفيديو، وتشتركوا في القناة من زرار الاحمر تحت الفيديو، سبسكرايب لو مش مشتركين. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. باي.